وسام ابو علي ولا ناصر منسي دلوقتي؟ معظم اللي سالوا السؤال ده اهلاويه بعد تالق وسام ابو علي قدام بورتو وجاب هاتريك في كاس العالم. يعني رغم ان انا ما بحبش المقارنات اللي زي ديت، لان كل فرقه بيبقى ليها ظروفها واجواءها مختلفه عن الفرقه الثانيه، فوارد ان انت اجواء الفرقه دي تاثر على ادائك. حته المقارنه نفسها ما بحبهاش، ولكن تمام، فانا هجاوبك على السؤال دوت. يعني همسكها معاك واحده واحده كده وهقول لك في الاخر مين افضل من مين. رغم ان انا قلت لك ايه، ان انا ما بحبش المقارنات اللي من النوع ده لان هي ظالمه. تعال نبدا مثلا بناصر منسي. لو كنت سالتني السؤال ده مثلا من سنه وشويه، لو بعد حتى السوبر الافريقي على طول، كنت هقول لك ان ناصر منسي دوت لعيب مجتهد، لعيب امكانياته مش عاليه لكن وبيحارب على الكوره وبيقاتل وبيجتهد. يعني الطاقه اللي بيطلعها بيطلع اكتر من الامكانيات اللي عنده، فبيدي لك اداء كويس. لكن هو مثلا مش لعيب موهوب. لكن انا لو قلت الكلام دوت دلوقتي بعد الموسم اللي عمله ناصر منسي في الدوري السنه اللي فاتت مع امكانيات الزمالك كمان، ان دي من اسوأ مواسم الزمالك، الفنيات حتى في الملعب ما تساعدوش، فلا انا شفت ناصر منسي مختلف تماما. شفت لعيب هجام، لعيب بيقطع، لعيب بيلعب بدماغه، لعيب بيفنش كويس برجله. شفته مثلا في جون المصري اللي اتلغى الاحلام من اللعيب ورقص واحد واثنين وراح حاططها بفينش جامد قوي. فلا ده معنى كده ان ده مهاجم عنده امكانيات كويسه، مش ماشيه معاه كده وخلاص. يعني الراجل بيكون عنده حضور قوي جدا في الماتشات الكبيره، ماتش السوبر الافريقي قدام الاهلي، ماتش نهائي الكاس قدام بيراميدز، هو اللي بيلحقك في الماتشين وبيجيب لك هدف التعادل وبيخليك تكسب البطوله. يعني معنى كده ان هو لعيب بيفيد الفرقه. لو انا قلت لك ان هو لعيب مجتهد بس، ابقى انا كده بظلمه. انا شايف ان ناصر منسي افضل مهاجم مصري في الدوري المصري، وعليه عبء كبير قوي ان هو لازم يثبت نفسه السنه الجايه ويفضل محافظ على مستواه عشان يثبت لنا ان هي ما كانتش سنه كده صدفه. لو استمر على نفس المستوى اللي قدمه مع الزمالك الموسم اللي فات، فانا هقولها بجداره ان ناصر منسي هو اللاعب المصري الوحيد المهاجم اللي يستحق يكون موجود في منتخب مصر. روح بقى لوسام ابو علي. وسام ابو علي مهاجم ما فيهوش غلطه، وسنه صغير، امكانيات، سرعه، بيلعب بدماغه حلو قوي، بيلعب برجله حلوه قوي، بيلعب فاولات حلوه قوي، رجله يمين شغاله، رجله الشمال شغاله، فمهاجم متكامل بالمعنى الحرفي، مع كمان امكانيات لعيبه الاهلي اللي هي بتخليه دايما ان هو يطلع امكانياته. كلنا برضو شفنا الموسم بتاع وسام ابو علي اول ما جه الاهلي، الراجل يعني عمل كميه اهداف في 6 شهور تقريبا، يعني ما فيش حد عملها. حاليا اقدر اقول لك ان وسام ابو علي هو احسن مهاجم اجنبي موجود في الدوري المصري، وبيتفوق على ناصر منسي في حاجات زي مثلا الراجل بيشوط فاولات، رجله اتقل، الكلام دوت، سنه تقريبا اصغر. امكانيات وسام ابو علي هي طبعا اعلى من ناصر منسي، بس زي ما قلت لك في الفيديو ان تألق ناصر منسي السنه دي مع الزمالك وحافظ على مستواه هيحط ناصر منسي في حته تانيه خالص، لان هو بيبقى خلاص اثبت للناس ان انا كده ما اتولدتش صدفه، لا انا فاهم